الكلب يعتبر أكثر صديق وفي للإنسان، ولكن هناك أنواع من الكلاب الشرسة والتي هي صعبة التربية والترويض، وفي هذه القائمة سوف نتحدث عن أكثر أنواع الكلاب الشرسة. كلب الدنمارك العظيم. عندما يكون لديك أطول وأكبر كلب في العالم فمن الواضح تماما أنه لن يجلس هادئا، وهو من أنواع الكلاب الشرسة، حيث أن هذه السلالة الألمانية من الكلاب تسببت في 7 حالات من الوفاة. وبمركز 11 كلب تشاو تشاو، وهي من أنواع الكلاب الشرسة، ولكن ذلك توقف أيضا على كيفية التعامل معها وتدريبها، وقد سجلت هذه السلالة الصينية فقط 8 حالات وفاة حتى الآن. وبمركز 10 دوبرمان بنشر، وهي ذكية جدا، وعلى مر السنين قد هدأت في العدوان إلى حد كبير، وحتى الآن هذه الكلاب قد قامت بعض حوالي 9 أشخاص، ولكن معظم الحالات المسجلة التي قامت بعضها كانت لحماية أصحابها. وبمركز 9 الكلب مالموت، وقدرته على عمل الصعب وفي الظروف الصعبة، وفي الوقت الحاضر تستخدم هذه السلالة كحيوانات أليفة من قبل العديد من الأسر في الدول الغربية، وكان من المعروف أن كلب مالموت قد عدى ما يصل إلى 12 شخصا حتى الآن. وبمركز 8 الكلب الذئب الهجين، ويعتبر نصف كلب ونصف ذئب، حيث أنه يمتلك خصائص كل منهما، وتسبب هذا الكلب في وفاة 15 شخصا حتى الآن. وكلب الهاسكي، وهي تستخدم أيضا لجر المزالج مثل سلالة مالموت، وهي معروفة بسرعتها، وتسببت كلاب الهاسكي في 15 حالة وفاة. وبمركز 6 كلب الراعي الألماني، وعلى الرغم من أن لديها حوالي 17 حالة وفاة، فإن هذه السلالة من الكلاب الضخمة والثقيلة يتم تدريبها خصيصا لذكائهم وقوتهم. وبمركز 5 كلب بول ماستيف، هذه السلالة من الكلاب الشرسة، وقد تكون جيدة إذا تم تدريبها جيدا، ويمكن أن تكون عنيفة للغاية في بعض الأحيان، وسلوكها لا يمكن التنبؤ به. وبمركز 4 كلب الأولمبوس، وهذه السلالة من الكلاب اليابانية، وهي سلالة نادرة جدا، وهي من الكلاب الكبيرة، وهذه السلالة من الكلاب خطيرة جدا لدرجة أنها محظورة قانونيا في عديد من البلدان مثل المملكة المتحدة وأستراليا وماليزيا. وبمركز 3 كلب روتويلر، وسجلت حوالي 39 هجوما حتى الآن، وتعرف أيضا باسم جزارين روتويل، وهي كلاب قوية للغاية، وقبل بضع سنوات كانت مسؤولة عن قتل 4 أشخاص. وبمركز الثاني كلب كوكر سبانيل، حيث سجلت حوالي 59 حالة وفاة، وهذه السلالة أساسا من أصلين إنجليزي وأمريكي، ويطلق عليهم أبناء العام، والكلب الأمريكي أصغر من الإنجليزي. وبالمركز الأول كلب بيتبول، وسجلت حوالي 66 حالة وفاة، وهي السلالة الأكثر خطورة من الكلاب في العالم، وتم تطويرها ككلاب مقاتلة، وهي محظورة في بلدان كثيرة بسبب سمعتها غير الجيدة.